بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى أي حديث؟ أي حديث؟ 18. الحديث 18. أين القارئ؟ يا أهل المتوسطة، ها 18. اتق الله حيثما كنت. قرأت قبل؟ قم. لا، عن أبي ذر جندب. ومعاذ بن جبل وابي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. أحسنت. ما اسمك؟ محمد. أين هو؟ أين هو؟ ذهب. أظنه يقول انتهت بقالتي. أبعد هذه عني، جزاك الله خير. طيب، قال رحمه الله: عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. اتق الله أي اجعل بينك وبين عذاب الله تعالى وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه هي تقوى الله تعالى. والتقوى أيها الإخوة هي وصية الله تعالى لجميع خلقه. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى أيها الإخوة هي وصية الله عز وجل للخلق. قال: اتق الله حيثما كنت. حيثما هنا أي في أي مكان، في أي مكان كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فإذا فعلت سيئة فأتبعها بالحسنة. ليتكم تخرجون هؤلاء، أخرجوهم جزاكم الله خير. قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقوله أتبع هنا فعل أمر، والمعنى أنك إذا فعلت سيئة فأتبعها بالحسنة، لأن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها ما اجتنبت الكبائر. فالمهم أن الإنسان إذا فعل السيئة فليتبعها بالحسنة، لأجل أن هذه الحسنة تمحو السيئة. قال: وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس أي عامل الناس بالأعمال الحسنة.
وسواء كانت هذه الأعمال قولا أو فعلا، فعاملهم بالأعمال الحسنة. وخالق الناس بخلق حسن. والخلق الحسن عرفه العلماء بأنه كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. هذا معنى وخالق الناس بخلق حسن. إذن الخلق الحسن هو كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. وعموما فالخلق الحسن هذا معلوم بحسب عرف الناس. الناس يعرفون الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة. فإن قال قائل: هل الخلق الحسن هل هو أمر جبلي أو أنه يمكن للإنسان أن يحصل عليه عن طريق الكسب، بمعنى أنه يتمرن عليه؟ فالجواب أن بعض الأخلاق جبلي وبعضها يحصل بالكسب، بمعنى أن الإنسان يتمرن على ذلك. فبعضها جبلي. كيف جبلي؟ نقول أن الله عز وجل يمن على هذا العبد بهذا الخلق الحسن. وأما بعضها فإنه يكون بالكسب، بمعنى أن الإنسان يتمرن عليه ويمرن نفسه عليه. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال أشج: هل جبلني الله عز وجل أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. انظر الأشج ماذا قال؟ قال: يا رسول الله أخلقين إيش؟ أخلقين تخلقت بهما، يعني تمرنت عليهما، أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فماذا قال الأشج؟ قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فالمهم أيها الإخوة أن الأخلاق الحسنة قد تكون جبلية، بمعنى أن الإنسان يجبل على الأخلاق الحسنة، وبعضهم يمرن نفسه. ولا شك أن الذي يجبل هذا أحسن، هذا أحسن. قال: رواه الترمذي وقال حديث حسن. فيستفاد من هذا الحديث وجوب تقوى الله تعالى في أي مكان كان الإنسان. وعلمنا معنى التقوى: أن يفعل أوامر الله وأن يجتنب نواهيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ويستفاد أيضا الترغيب على مخالقة الناس بالخلق الحسن، لأنه قال: وخالق الناس بخلق حسن. فالذي ينبغي عليك بأن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. نعم. الحديث الذي يليه: يا أهل المرحلة المتوسطة. أظن هذه المرة لن يرفع أحد يده، لأن الحديث طويل.
ها؟ الحديث 19. ما في أحد، ما في. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. من عرفان. يلا يا عرفان، ما في إشكال، رغم أنك أخذت أنت، لكن قم. عرفان أو عارف؟ ها؟ من عارف؟ أين عارف؟ يلا يا عارف. عن ابي العباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضرك شيء لم ينفعك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعك شيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه لك. لا، ما حفظت، لم تحفظ. ما اسمك؟ محمد؟ محمد إسلام مركب. أيوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وفئة الأقلام كفة السوء. الترمذي وقال حديث صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف الله في الرخاء يعرفك في شدة. واعلم أن ما أخطأك لم يكن لي ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الحرب، وأن مع العسر جيد. لك هذه المرة 3000. باقوس جيد. طيب، الحديث 19 عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وعبد الله بن عباس صحابي جليل، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما. وقوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، خلفه على أي شيء؟ على حمار. فقال: يا غلام يا غلام. قال له يا غلام لأنه كان صغيرا، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا، وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وابن عباس قد ناهز الاحتلام، أي أن عمره من 15 إلى 16، من 15 سنة إلى 16 سنة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. قوله احفظ الله، ما معنى حفظ الله تعالى هنا؟ المعنى احفظ حدود الله عز وجل وشريعته، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا هو حفظ الله عز وجل، هذا معنى حفظ الله عز وجل. وقوله هنا يحفظك، أي أنك إذا حفظت الله عز وجل في حدوده وفي شريعته وبفعل أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله تعالى يحفظك. يحفظك في أي شيء؟ في دينك وأهلك ومالك ونفسك. يحفظ عليك دينك، يحفظ عليك نفسك، يحفظ عليك مالك، يحفظ عليك أهلك. ثم قال: احفظ الله تجده تجاهك، أي أنك تجد الله تعالى أمامك، أي أنك تجد الله تعالى أمامك فيدلك على كل خير ويهديك إلى كل خير. ثم قال: إذا سألت فاسأل الله. إذا سألت حاجة فلا تسأل إلا الله تعالى، ولو قدر أنك سألت مخلوقا فاعلم أن هذا المخلوق سبب، وأن المسبب هو الله تعالى. انتبه هنا، قوله إذا سألت فاسأل الله، أي لا تسأل إلا الله تعالى. ولو قدر أنك سألت مخلوقا قادرا على تنفيذ ما تطلبه منه، فاعلم أنه سبب، وأن المسبب هو الله تعالى. فالله عز وجل قادر سبحانه وبحمده على أن يمنع هذا المخلوق من تنفيذ طلبك. ثم قال: وإذا استعنت فاستعن بالله. كذلك إذا طلبت العون فلا تطلبه إلا من الله تعالى. ولو قدر أنك طلبت الإعانة من المخلوق فاعلم، لو قدر أنك طلبت الإعانة من المخلوق فيما يقدر عليه فاعلم أنه سبب، وأن المسبب الحقيقي هو الله تعالى. فالله عز وجل قادر سبحانه وبحمده على أن يمنع هذا المخلوق من تنفيذ طلبك. ثم قال: واعلم أن الأمة وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وعلى هذا أيها الإخوة فإن نفع هذه الأمة للإنسان
نفع الخلق للإنسان إذا نفعوه، هذا في الحقيقة هو من الله تعالى. فالله عز وجل قد كتب في اللوح المحفوظ على أن هؤلاء سوف ينفعون هذا الشخص. ثم قال: ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. كذلك أيضا لو أنه نالك ضرر وأصبت بضرر من أحد من الناس، فاعلم أن الله عز وجل قد كتب هذا في اللوح المحفوظ، فعليك أن ترضى بقضاء الله تعالى وبقدره. ثم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فما كتبه الله عز وجل قد انتهى، كتب في اللوح المحفوظ. فإن قال قائل: كيف كتب الله عز وجل مقادير الخلق في اللوح المحفوظ؟ فالجواب: أمور الغيب لا تسأل عنها بكيف، لأن عقولنا قاصرة عن ذلك. يجب علينا أن نؤمن بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. وأما كيف فلا تسأل، فلم نخبر بذلك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. احفظ الله تجده أمامك هي بمعنى تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي أنك إذا قمت بحق الله تعالى في حال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال الغنى، فإن الله عز وجل يعرفك في الشدة، يعرفك في حال الشدة وفي حال الفقر وفي حال المرض. ثم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. فما وقع عليك من بلاء فلا يمكن أن يدفع عنك، وما لم يقع عليك وإنما وقع على غيرك فلا يمكن أن يجلب هذا البلاء لك. أعيد: لو أن هذا البلاء وقع عليك فلا يمكن أن تدفعه عنك لأنه قد كتب عليك، ولو أنه وقع على غيرك فلا يمكن أن يجلب إليك لأنه كتب على غيرك ولم يكتب عليك. وما قدره الله تعالى لا بد أن يقع. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. اعلم أن النصر مع الصبر. ولهذا أيها الإخوة فيجب على الإنسان أن يصبر ويثق أشد الثقة بنصر الله تعالى. ولهذا قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل استيأسوا وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فليعلم الإنسان أن النصر سوف يأتي بإذن الله، ولكن عليه أن يصبر. يصبر على ماذا؟ يصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة. ما عليك إلا أن تصبر. قال: وأن الفرج مع الكرب. كذلك الفرج وهو انكشاف الشدة يكون مع الكرب. فإذا اقتربت عليك الأمور
واشتدت وتأزمت فاعلم أن الفرج قريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وأن الفرج مع الكرب. ولهذا قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ماذا قال؟ لن يغلب عسرا ايش؟ لن يغلب عسر يسرين، لأن الله عز وجل قال إن مع العسر يسرا. لاحظ العسر معرفة ويسرا نكرة، ثم قال إن مع العسر يسرا. إذن العسر واحد. نعم، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لن يغلب عسر يسرين. ولهذا قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فاعلم أنه إذا اشتد بك الكرب والتجأت إلى الله عز وجل فإن الفرج قريب، فإن الفرج قريب. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، منها ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو دونه، لأنه عليه الصلاة والسلام لاطف ابن عباس بقوله يا غلام، وهذا من ملاطفته عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث أن من حفظ الله تعالى حفظه الله تعالى، وأظن هذا واضح. من حفظ الله تعالى، وذلك بأن حفظ دين الله تعالى وشرعه واتبع أوامره واجتنب نواهيه، فإن الله تعالى يحفظ عليه نفسه ودينه وأهله وماله. ويستفاد من هذا الحديث عكس الفائدة السابقة، أن من أضاع الله تعالى أضاع الله عز وجل عليه دينه. ولهذا قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان محتاج بل هو مضطر إلى معونة الله تعالى، فعليه أن يستعين بالله تعالى. فإن قال قائل إذا كان عند إنسان قدرة على إعانتي فهل يجوز لي أن أطلب الإعانة منه؟ نقول إذا كان عنده قدرة فإنه يجوز، لكن كما قلنا هذا سبب والمسبب هو الله تعالى. ويستفاد من هذا الحديث أن الأمة لن تستطيع أن تنفع أحدا أو تضره بشيء حتى ولو اجتمعت عليه. الأمة لن تستطيع أن تضر أحد أو أن تنفعه بشيء. لماذا؟ لأن هذا مكتوب على بني آدم، كتب في اللوح المحفوظ. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ويستفاد أيضا فيه بشارة عظيمة للصابرين وللمكروبين الذين يصيبهم العسر ويصبرون. وعلى هذا فالواجب على الإنسان أن يلتجئ إلى ربه عز وجل وحده لا شريك له. ومن فوائد الحديث أيضا فيه تسلية العبد عند حصول المكروه، لأنه قال
واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، ففيه تسلية للعبد إذا حصل المكروه. وليعلم أيها الإخوة أنه لا يوجد أحد من الناس يسلم في هذه الدنيا، فلا بد أن يصيبه بلاء، لا بد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن على الإنسان أن يقابل البلاء بالصبر وبالالتجاء إلى الله عز وجل، ويعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. والله عز وجل يبتلي الخلق لأجل أن يتبين الصابر من الذي لا يصبر. فالذي يصبر هذا يدل على قوة إيمانه وقوة تحمله وقوة توكله على ربه، بخلاف الذي لا يصبر. نعم، والله أعلم. نقف على هذا. يبقى عندنا حديثان وننتهي إن شاء الله تعالى من 40 النووية. وسبق وأن انتهينا من الفتن. وأما بالنسبة لزاد المستقنع، وبالنسبة لعمدة الأحكام، وبالنسبة للتفسير، هذه لا ينتهى منها، بمعنى أننا نستمر. تحتاج إلى عدة دورات وعدة دروس. نعم، في سؤال، ولكن إن شاء الله نكمل هذا لأجل أن ننهيه، فإن بقي وقت رجعنا إلى عمدة الأحكام وإلى التفسير وإلى الزاد. نعم، في سؤال؟ سؤال في كتاب الصلاة. متى نشير بالسبابة؟ نزل الشيخ محمد. أيوة. هنا التشهد. السائل يقول: متى نشير بالسبابة حين التشهد؟ متى نشير بالسبابة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. فمن العلماء من قال إنك تشير بالسبابة عند شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنهم من قال بل إنك تستمر في رفعها، ومنهم من قال تشير بها عند الدعاء، فكلما دعوت فإنك تشير. فمثلا تقول التحيات لله والصلوات والطيبات، هنا تشير. التحيات هذا دعاء لله والصلوات والطيبات. ثم عند السلام هذا دعاء: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم السلام علينا هذا دعاء: وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله. هل هو دعاء؟ لا، إذا لا تشير. وأشهد أن محمد رسول الله لا تشير. ثم اللهم صل على محمد، هذا دعاء: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم اللهم بارك، هذا دعاء: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فتشير عند كل دعاء. إذن عندنا أقوال في هذه المسألة، فمنهم من قال تشير عند كل دعاء، ومنهم من قال تشير عند شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومنهم من قال تستمر في رفعها. وهذه هي الأقوال. وشيخنا رحمه الله ابن عثيمين يرى
ما مشى عليه ابن القيم رحمه الله، وهو أنه يشير عند الدعاء، إذا أراد أن يدعو أشار، فإذا قال اللهم صل رفع، إذا قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ثم إن بقي وأراد أن يدعو كما لو أراد أن يدعو بحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك إلى آخره. فالمهم أنه يشير عند الدعاء. نعم. هل فيه من يشير من البداية؟ نعم. من البداية. كيف من البداية؟ من بداية التشهد. نعم. في سؤال؟ الدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابته عند دعائه، يشير بسبابته عند الدعاء. تسوية الصفوف الصحيحة أن يحاذي ما بين الأكعب وما بين الكعب، هذا الكعب يعني مؤخرة القدم وليس المقدمة، لأن بعض الناس قد تكون رجله قد تكون قدمه طويلة وبعضهم قصيرة، فالعبرة بالمؤخرة عن طريق الكعب والمنكب، هذه المحاذاة. بعض الناس يفتح قدميه وهذا خطأ، فلا بد أن تكون الأقدام بحسب طبيعة الجسم، القدم تكون بحسب طبيعة الجسم، ولهذا نجد بعض الناس يفتح قدميه هكذا، ثم إن منكب هذا الشخص لا يتلاصق مع منكب من بجانبه لأنه قد فتح قدميه. فالمحاذاة تكون بالمناكب والأكعب، وبالنسبة للكعب من الخلف، يعني مؤخرة الرجل لا من الأمام. بعض الناس في مثل هذه السجادة يقول تقدم على الخط، يقول لها تقدم على الخط. كيف يتقدم؟ لو تقدم قد تكون رجله قصيرة، فإذا تقدم لم يحاذي من الخلف، وهذا خطأ. نعم. واضح؟ ايش؟ طبق مثال. قم يا عارف وقم أنت. اتجاهكم للقبلة، تعال قفوا على هذا الصف، صفوا للصلاة. أيوة، تقاربوا. أيوة، المحاذاة من الخلف. هل هم من الخلف؟ نعم. وانظروا إلى المنكب كيف. هكذا، لكن أيوة،
اجعل قدمك مستقيمة إلى القبلة، لا تجعل القدم مائلة هكذا. القدم تكون الأصابع موجهة إلى القبلة. نعم نعم هكذا. ما يصلح أنا آكل التمر والقهوة وهؤلاء لا تعطونهم. سيد محمد يعني تسمعون لشيخ إشراف هذا قهوة يعني غريب، لا يشرب هذا القهوة. أخشى أنهم ما يسمحون لي. تسمحون؟ هل تسمحون لي؟ ماذا يقولون؟ نعم. تسمحون لي؟ جزاكم الله. نعم. أين طالب المتوسطة الذي أين صاحب البقالة؟ يا أخي عندنا طلاب حفظوا. عندنا الطلاب من هم الذين حفظوا؟ محمد إسلام، سجل عندك محمد إسلام. محمد إسلام أعطيناك كم؟ 3 لا 5 سجلها قبل. 3 سجلها قبل، ما سجلها 3 قبل. اي 3. طيب إذن انتهينا خلاص. الله أعلم. امسك هذا.